Hello everybody and welcome back to my YouTube channel. Whether you are English learner looking to improve your language skills or someone who wants to push up in their fluency, you are in the right place. Through this video, I will share you steps and strategies help you to be a confident English speaker in no time. So without further ado, let's dive right on. مش معقول نبقى في 2023 ولسه مش معانا على الأقل لغة واحدة نقدر نتكلم بيها، أو لما بتيجي سيرة الإنجليش بنبقى متوترين وعارفين إن إحنا مستحيل نتعلمها. خلينا أقولك 3 خطوات بسيطة جدا هتقدري منها تتعلمي اللغة وتمارسيها وتتعودي عليها. أول خطوة أنا عملتها إن أنا اتعلمت الأساسيات بتاعة الإنجليزي لغاية تقريبا المرحلة اللي قبل الفلوينت على طول عن طريق تطبيق The American English، واللي دلوقتي كمان نقدر نستخدم تطبيق بطلاقة. من خلال التطبيق ده أنا اتعلمت الاستماع والكتابة والتحدث وبعض الأكسنتس المهمة اللي نقدر نتعامل بيها، نعرف إن الشخص ده من الدولة دي أو من الدولة دي، فيها جزء نقدر نمارس منها اللغة. وبعد كده استعنت بتطبيق يعلمني كلمات كتيرة، لأن هي دي كانت مشكلتي الأساسية، وجمل مشهورة أقدر أقولها كده من غير ما أبقى حاسة. التطبيق ده كان بالنسبة لي مهم جدا، لأن أنا في العموم بنسى الكلمات، فمحتاجة تطبيق يخليني أمارس الكلمة كتير لغاية ما تثبت في دماغي. في تطبيقات كتيرة نقدر نستخدمها، تستخدمي اللي ترتاحي له واللي يبقى بالنسبة لك ممتع عشان خاطر ما تزهقيش من حفظ الكلمات. أهم حاجة ما نحفظش كلمات كتيرة كلها في نفس الوقت، عشان خاطر إحنا يعتبر ما عملناش أي فايدة والكلمات كلها هتنسيها تاني. اخر حاجه كنت محتاجه اعملها هو ان انا اطور من الاكسنت الامريكان والسبيكنج. بالنسبه لي استخدمت قناه Learn English with TV Series. القناه دي بالنسبه لي تحفه جدا ومهمه جدا، لانها بتخلينا نحفظ كلمات ونعرف جمل ونعرف العاميه بتاعه الاكسنت الامريكان بسهوله جدا عن طريق الافلام، المسلسلات، او حتى TV شو. كنت في الاول باخد كل يوم فيديو من القناه دي، وبعد كده اتعودت ان انا اخد 3 فيديوهات في الاسبوع، فهي كانت بالنسبه لي ممتعه جدا وبسيطه جدا، وساعدتني وفرقت معايا قوي 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 في ان انا بقدر اتكلم انجليش، وبقدر اجمع لما باجي اسمع اي جمله انا لسه مش متعوده عليها من بره او من فيلم جديد. اخر حاجه كنت بعملها واحنا متعودين مؤخرا ان احنا بنعملها هو ان احنا بنسمع اغاني انجليش، فدي كانت بتساعدني جدا ان انا ابقى بمارسها كل فتره والتانيه. فكنت بعد 6 شهور بدأت اللغة تتحسن معايا جدا، وبعدها امتحنت انجليش عشان خاطر اتست نفسي في كل المراحل دي، وجبت درجة كويسة جدا. بس اهم حاجة في اي لغة احنا بنتعلمها ان احنا كل فترة والتانية نبدأ نبراكتس فيها عشان خاطر ما ننساهاش. ودي الخطوات البسيطة اللي هي ساعدتني جدا، خلتني مع ادش اللغة وفي نفس الوقت اتعلم بسرعة جدا، وخلال 6 شهور اللغة فرقت معايا جدا في تحسنها. وكده يكون الفيديو خلص. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع صحابكم عشان هم كمان يستفادوا. شكرا على تفاعلكم خلال الفيديوهات اللي فاتت، بصراحة ده بسطني جدا وبيفرق معايا جدا ان اسمع منكم انكم استفدتوا من الفيديوهات دي. الفيديوهات دي حقيقي معمولة عشان خاطركم. ما تنسوش توصلوا الفيديو ده كمان لأكبر عدد من اللايكس، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.